بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيباتي الحلوين المسكرين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده بفضل الرحمن وبركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راجعه لكم بفيديو قمر، بما ان انا شطورة في عمايل كفتة الفراخ او كباب الفراخ. من شهادة اللي حواليا كلهم حبيت انال الشرف تاني واعمل لكم كفتة الفراخ بس بطريقة مختلفة تماما عن اللي قبلها. عايزاكي بقى يا ست الكل تجربي الطريقتين دول وامر الله يعجبوكي، وان شاء الله هتبقي استاذه في عمايل كفته الفراخ. يلا يا قلب اختك ندخل على الفيديو على طول، بس وحياة حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تخرجي من الفيديو النهارده الا ما تكوني عامله لايك وشير واشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفيني. هنسمي بالله ونصلي على شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وندخل على الفيديو على طول. هاتي لي اول حاجه كده يا قلب اختك رغيفين فينو من عندك يكونوا بايتين زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ أسمي بالله وأصلي على النبي على أفضل الصلاة والسلام، وأشيل وش الفينو بالشكل ده علشان الطبقة اللي فوق دي بتبقى يعني ناشفة شوية. شايفين كده أنا شلت كل وش الفينو، رغيفين فينو مش أكتر، هما طبعا الرغيفين دول صغيرين جدا. وقطعت الفينو ونزلت عليهم بشوية مية ملح حنفية، بالظبط دقيقة مش أكتر من كده هيطروا معاك ويبقى زي الفل. بعد ما الفينو طري معايا اللهم بارك صفيته كويس من المية، خليتش فيه ولا فسفوسة مية، وركنته كده على جنب. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف مقادير الكفتة بتاعتنا ايه النهارده. اول حاجه اللهم صل على سيدنا النبي، انا معايا نص كيلو من صدور الفراخ او اوراق الفراخ او بواقي الفراخ اللي انا وريتها لكم اكتر من فيديو، وفرمتها في الكبه وبقت جاهزه معايا. معايا كمان قرن فلفل رومي كبير احمر فرمته برده في الكبه، ومعايا كمان بصلتين كبار فرمتهم في الكبه حطيتهم برده يتصفوا. اما البهارات بتاعتنا، معايا ملح وفلفل اسود وبهارات سبعة، وكمان مرقه فوريه، ومعايا سكر، ومعايا كمان ربع معلقه صغيره دي تكايه ما تستغنيش عنها خالص من ورق اللوري المطحون. ما تستغنيش عنها خالص ولا تستغني عن السكر. في ناس بتقولك هتحطي سكر على الكفته، اوعي تستغني عن معلقه السكر اللي بنحطها. كل البهارات دي نص معلقه صغيره، معلقه صغيره من السكر، لكن معلقه كبيره من البهارات السبعه. تعالوا بقى اقول لكم على تكايه النهارده هتودي الكفته حته تانية خالص، واتحداكي لو لقيتي حد بيحطها. معلقه كبيره من لبن البودره. اللي انت بتعمليه ده يا دعاء قسما بالله هيخلي الكفته بتاعتك تروح حته تسعة وعشرة. وبصوا لا، ما تعدوش بقى يعني ما فيش عد. ومعايا طبعا كمان شويه ورق بقدونس كنت فرماه فرم ناعم، وركنت بقى كل الحاجات دي على جنب. ومعايا طبعا بيكنج باودر، ومعايا بهارات كفته. بهارات الكفته دي انا جايباها جاهزه كده من السوبر ماركت، ممكن تجيبوها من عند العطار. اول حاجه اللهم صل على سيدنا النبي، جبت طبق علشان ابدا احط فيه الفراخ اللي احنا فرمناها. طبعا انتوا شايفين كده في حتت حمراء، ده مكان فرم الفلفل. نزلت بالفراخ المفرومه واللهم صل على سيدنا النبي. وكمان الفلفل اللي معايا انا هصفيه، انا مرضتش اصفيه خالص ورا الكاميرا، حبيت اصفيه قدامكم علشان تشوفوا ان انا بصفيه خالص ما بخليش فيه ولا نقطه ميه. شايفين الفلفل اللهم بارك صفيته خالص، ونزلت بيه على الفراخ، ونزلت كمان بورق البقدونس. ونفس الكلام البصل هصفيه كويس جدا جدا من الميه. طبعا من عوامل نجاح الكفته انك تكوني مصفيه الفلفل، البصل، الحاجات اللي بتبقى فيها سوائل كتير، علشان الكفته بعد كده ما تفكش او تسيح منك في قلب الفرن. خلي بالك من النقطه دي، امشي على الخطوات زي ما انا ماشيه كده بالظبط، هتطلع معاكي احلى كفته بامر الله. نزلت كمان بالبصل بعد ما صفيته كويس جدا على اللحمه والفلفل والبقدونس، وميه البصل احطها على ميه الفلفل، ودي طبعا هتبقى الدهان اللي انا هدهن بيه الكفته من بره. يا دوبك احط بقى عليها شويه زيت وشويه فلفل اسود وشويه ملح، وخلاص على كده. هنزل كمان برغيفين الفينو اللي انا طبعا بلتهم وصفيتهم برده من الميه. شايفين عملوا حاجه كده صغيره كده ما تذكرش. طب الفينو هنا فايدته ايه يا دعاء؟ الفينو هنا هيدينا كميه كبيره للكفته، وفي نفس الوقت هيدينا تماسك للكفته. نزلت بعد كده بالبهارات كلها اللي معايا، ونزلت بالمعلقه الكبيره لبن البودره. وزي ما بقول لكم اوعوا تستغنوا عن معلقه اللبن البودره دي، قسما بالله تخلي طعم الكفته تحفه تحفه. وبعد كده طبعا بنزل معلقتين كبار من النشا علشان تلمي لي اي سوائل زياده نزلت في قلب الكفته وما تخليش تفك معايا. معلقتين نشا او معلقتين دي المتوفر عندك. وكمان نزلت ببهارات الكفته الجاهزه اللي انا جايباها او بهارات من عند العطار براحتك. وهنزل كمان بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان تخليها كده مفرغه وهشه من جوه. ودمتم سالمين والحمد لله. صليتوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا يا قلب اختك حط لايك بقى للفيديو ده بسرعه بسرعه، يلا بسرعه كده. لايك واشتراك عندي في القناه. يلا قلب اختك حبيبه قلبي. ربنا يسعدكم يا رب ويديمكم لقلبي، واستمروا اكبر بيكم كده يا رب بحق جاه المصطفى. امسك بقى عجينه الكفته دي، بصي شقلبي وقلبي واعملي بصي اللي انت عايزاه. طلعي غلك كله في قلب الكفته دي. شوفي انت متضايقه من مين، وامسكي الكفته دي كانك انت ماسكاها من شعرها كده بتقطعيه
عجين الكفته حلو جدا علشان طبعا تبقى طعمها حلو وتبقى متماسكه معاك وانت بتصبعيها. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ اللهم بارك. اغطيها بقى شويه بكيس بلاستيك واشوف بقى اللي ورايا، وبعد كده ارجع لها مثلا بعد نص ساعه، بعد ساعه. يعني عايزه تعمليها من بالليل وتشتغلي فيها الصبح تحطيها في التلاجة براحتك. المهم انا يعني سبتها نص ساعه كده ورجعت لها تاني، وجبت الصينيه اللي انا كنت هشكل فيها، بس للاسف الصينيه دي مش هتكمل معايا. لقيتها طبعا كبيره على الفرن اللي عندي، فالمهم ركنتها وشكلت في صينيه تانية. بص بقى يا ست البنات، انا ببل ايديا بميه البصل وميه الفلفل اللي كانوا معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وكمان ببل الاداه اللي انا بستخدمها، سواء بقى مسن زي ما انا بشتغل كده على طول. المسن ده بتاع ماما حبيبتي ربنا يرحمها، بحب اشكل عليه كفته، او معلقه خشب او معلقه الومنيوم من عندك، او عصيان شيش طاووق، يعني شكلي على اي حاجه. وبعد كده باخد قطعه محترمه من الكفته واصبعها على المسن بالشكل ده، وبعد كده بسحبها من على المسن والفها يمين وشمال على ايدي، وبتبقى صباع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اللهم صل على سيدنا النبي. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بكل الخير يا رب. مولد النبي قرب، ربنا يا رب يفرحكم ويسعدكم ويفرح كل البنات، اللهم امين يا رب العالمين. عايزاكم طول ما انتوا واقفين في المطبخ بتشتغلوا في البيت، بتنضفوا كده، بتعملوا حاجه في المطبخ، بتعملوا ايا كان، اذكروا الله كتير وصلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اعرفي البركه هتحل في بيتك والرزق هيحل. عايزه اقول لكم اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ان ربنا راضي عني، فالدنيا عماله تتظبط معايا. الف حمد وشكر لك يا رب. الصبر كده وكل حاجه انتوا عايزينها وان شاء الله هتنولوها. بصوا بقى يا حبيباتي المسكرين، انا رغيت معاكم شويه حلوين صح كده؟ اه انا رغايه انا عارفه. بصوا انا خلصت كميه الكفته، اللهم صل على النبي، وزي ما قلت لكم نقلتها تاني في صينيه تانية علشان طبعا الصينيه دي كانت كبيره. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، كل صباع بصباع، اللهم صل على النبي. يعني شوفوا نص كيلو او كيلو الا ربع بيتحول معاكي 80 درجه، يعني بيوصل ما شاء الله اوقات بيوصل ل 2 كيلو كفته. اللهم صل على النبي، وانتوا طبعا شفتوها في بدايه الفيديو. بصوا بقى يا بنات، انا دخلت الكفته الفرن، كنت مشغله الفرن قبلها بحوالي 10 دقائق، دخلتها على الرف اللي في النص وكنتش مشغله عليها الشوايه خالص، سبتها لما اخدت سواها محترم جدا بالظبط بالظبط ربع ساعه، وكانت جاهزه معايا كده. اللهم صل على النبي. شايفين بقى جمالها وشايفين شكلها وحلاوتها وطراوتها. انا هوسع بقى شويه كده في الكفته، وكمان كنت حاطه باقي الكفته في طبق، هرص كل الكفته في صينيه واحده وهوسع كده. ويلا يا ست البنات، السوائل اللي نزلت من قلب الكفته ادهني بيها الوش كده، اللهم بارك، علشان تديكي لمعه محترمه. حطي لي بقى حته فحمه وشويه زيت، وسمعونا الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين الجمال؟ شايفين الحركات؟ شايفين الحلويات؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، والله تحفه. البيت كله كان مفحفح كده، ريحه مشويات، اللهم بارك. والله جيراني تحت كانوا شامين الريحه، اللهم صل على النبي. بصوا بقى جمال الكفته بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. والله الكفته دي تستحق لايك حلو من ايديكي، وتستحق مشاركه الفيديو. شاركوا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، والله العظيم مش عيب ان احنا نتعلم من بعض. في بنات صغيره نفسها تعمل كفته فراخ وما بتعرفش، وفي ستات كبيره متجوزه ومخلفه وبرده مش عارفه تعمل الكفته. تعالوا بقى نجيب كده صينيه فيها شويه ورق بقدونس، اللهم صل على النبي، علشان دايما بقول لكم العين بتاكل قبل البق، ونبدا نرص عليها الكفته. بصوا لي بقى على الكفته وجمالها، دي مش كفته، ده اسمه كباب. على جماله وطعامته وريحته وحلاوته، لازم بأمر الله تجربوه. بص بقى يا مسكره انت وهي، عملت جنب الكفته عملت مكرونه بالصلصه، اللهم بارك، تحفه. ممكن تعملي شويه رز بسمتي اصفر، ممكن تعملي شويه رز بسمتي ابيض، اللهم صل على سيدنا النبي. ممكن تعملي شويه بطاطس محمره. يا ستي مش عايزه تعملي جنبها حاجه خالص، اعملي شويه سلطه طحينه وسلطه خضراء، ودمتم سالمين والحمد لله. بصحتين وهنا علينا وعليكم. احلى كفته قسما بالله هتعمليها وولادك مش هيبطلوا يطلبوها منك. اول ما تعمليها بالطريقه دي هتلاقيهم كل يوم يقولوا لك يا ماما اعملي لنا كفته فراخ. تعالوا بقى نشوف كده صباع من جوه عامل ازاي، اللهم صل على سيدنا النبي. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. عايزه اقول لك ما تطوليش عليها في الفرن خالص، وما تحطهاش قريب من الارضيه، يعني ارفعها خالص كده فوق النص كمان علشان طبعا ما تتحرقش وتنشف معاكي. بصي يا ست البنات، لو جيتي تخرجيها من الفرن ولقيتيها لسه ما خدتش لون، شغلي عليها الشوايه حوالي دقيقتين 3، هتاخد لون وهتبقى زي القمر زي ما انتم شايفين كده. وبكده يكون وصفتنا النهارده خلصت. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه لو بحاجه بسيطه. كالعاده يا مسكرين، لو استفدتوا النهارده من الفيديو لايك وشير واشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. بحبكم جدا في الله، دمتم في امان الله، اسيبكم في حفظ الرحمن، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.